بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة برونيل ابس ان شاء الله النهاردة اول محاضرة في كورس الاوراكل ديفلوبر اونلاين الدفعة التانية. احنا هنبدأ النهاردة اول محاضرة تعريفية هنعرف فيها نظام الكورس والطريقة اللي هنمشي عليها في الكورس كله، تمام، والسكادول بتاع الكورس وهندرس ايه، والمفروض حضرتك المفروض حضرتك بعد الكورس تشتغل ايه او تتعلمت ايه. فهشوف بس ايه قصة الصوت اللي عندكم دي. انا هقفل الصوت عندي وافتحه تاني اهو، هقفل الصوت عندي اهو وفتحته تاني. دي انا الاتندنس، انا عليك علامة صوت، انا هفتح لك دلوقتي الصوت بتاعك لكل واحد، تمام. يعني انا هفتح الصوت عند كل واحد دلوقتي يتكلم ويقول رأيه ويعرف بنفسه، تمام. بس انت حاول تسمعني وان شاء الله يبقى الكلام واضح. يعني اعرفكم بنفسي مبدئيا، انا احمد طرطور، سينيور اوراكل ديفلوبر. بقالي 7 سنين شغال اوراكل ديفلوبر وابس ديفلوبر. بقالي 2 سنين، واي دي اف ديفلوبر بقالي سنة، تمام. خبرتي، انا خريج اصلا تربية رياضية، وبعد كده درست كورسات اوراكل ديفلوبر، وكنت سيرتيفايد اوراكل او سي بي، اوراكل سيرتيفايد بروفيشنال، وانستراكتور على طول. اول ما خلصت كنت انستراكتور. بعد كده اشتغلت في شركات كتير زي شركة عبد العزيز سلاب، وشركات اسمها شركة سيكم، مستشفى ادم الدولي، شركة واصلة، شركة فيجيتسو سيمنز. كنت اي تي مانجر في شركة بروجرامينج. كنت شغال في شركة هايسنس. بعد كده حاليا انا شغال في شركة غاستك تبع قطاع البترول، ومعايا شركة برونيل ابس، تمام. حضرتك هتدرس معانا كورس اوراكل ديفلوبر، بيبقى مختلف عن اي حد. ليه؟ لان احنا بندرس ليفلات مش موجودة. طيب هوقف بس 5، في واحد عنده مشكلة هحلها مش عارف يدخل، هدخله ونكمل تاني. طيب نرجع نكمل. الصوت واضح كده؟ مبدئيا ليه انت تدرس معانا كورس مختلف عن اي حد تاني؟ ليه؟ لان مفيش حد بيشرح اناليسيس، مفيش حد بيشرح ديزاينر، مفيش حد هيديك انترودكشن ابس ديفلوبر، مفيش حد هيديك بروجكت كامل. احنا ان شاء الله هندرس مع بعض اناليسيس. ويعني ايه اناليسيس؟ اناليسيس ان انت ازاي تاخد الكلام من الكاستمر اللي عايز يعمل بروجكت وتحوله لجداول تبدأ تشتغل عليها، اللي هي الاساسيات بتاعه البرنامج. وده يعتبر اهم حاجه، ده اهم من ان انت تبرمج ولا الكلام ده. زي ما تيجي حضرتك تيجي تبني عماره من غير اساس، بعد شويه بتروح واقعه. هو الاناليسيس ده اساس اي برنامج، تمام. هناخد فيه محاضرتين ان شاء الله باذن الله، او محاضره ونص. يعني هنبدا فيه ان شاء الله من المحاضره الجايه هنتكلم في الاناليسيس، تمام. والمحاضره اللي بعديها هنبدا نشتغل، نسطب حاجتنا ونشتغل. يعني لحد دلوقتي انا مش عايز حد يسطب اي حاجه. الناس هقولك النهارده ازاي تجيب السورس وتجيبه منين، مش عايزك تسطب اي حاجه. لسه المحاضره الجايه اللي بعديها هنبدا نسطب ان شاء الله. المستوى التاني اللي هو الاس كيو ال، ويبتدى وده اختصار كلمه structure query language، اللي هو لغه استعلام هيكليه. يعني ايه لغه استعلام هيكليه؟ يعني ده ستاندرد، حاجه ستاندرد. السيكوال بتاع اوراكل نفس السيكوال بتاع مايكروسوفت، نفس السيكوال بتاع اي بي ام، نفس السيكوال بتاع دي بي 2، نفس السيكوال بتاع ماي سيكوال، اختلاف سنتكس، تمام. تتعلم فيه ازاي تبدا تنشئ جداول، ازاي تبدا تعمل استعلام على جدول، ازاي تبدا تعدل في الداتا وتضيف وتمسح، تمام. ده بالنسبه للاس كيو ال. هو كتابين، الكتاب الاول 10 شباتر او 11 شابتر، الكتاب التاني ما بناخدوش كله، بناخد منه حوالي 4 شباتر. لو مشينا بمعدل شابترين في المحاضره فاحنا هنخلصه في اسبوعين. يعني هناخد من شابترين ل3 في المحاضره ان شاء الله، فهنخلصه في اسبوعين او اسبوعين ونص يعني.
تمام. البي ال اس كيو ال ده لغه البرمجه بتاعتك اللي انت تبدا تبرمج بيها وتعمل سكيورتي على الداتابيز وتكتب اكوادك وتقول مين اللي يعمل ايه ومين اللي ما يعملش ايه ومين يدخل امتى ومين ما يدخلش امتى على الداتابيز. تمام. ده عباره عن كتابين برضو. الكتاب الاولاني 9 شباتر، الكتاب التاني بناخد منه 6 شباتر، فانت بتتكلم في 15 شابتر. لو مشينا برضه بمعدل محاضرتين الكتابين في المحاضرة، فاحنا احتمال ان شاء الله نخلص في وقت اسبوعين او 3 اسابيع. تمام. هنيجي لأهم اللي انا بحبه جدا بقى، اللي هو الفورمز. ان انت ازاي تبدأ تعمل الشاشة بتاعت اليوزر اللي هي الاند يوزر بيتعامل بيها. الراجل لا يعرف يتعامل مع جدول ولا يعرف يتعامل مع داتابيز ولا يعرف يكتب اكواد، هو عايز يدخل بيانات مش هيقدر يكتب كلمة انسرت، عايز يستعلم مش هيعرف يكتب جملة سيلكت. فانت كل شغلك بيتعامل مع الفورمز، ودي انا بحبها جدا. يعني انا بعشق حاجة اسمها فورمز. يعني انا بحاول، انت في السيكوال هتحس ان انت تايه، خلينا متفقين كده، يعني هتحس ان انت كده عايم في الفضاء مش عارف انت فين. هتيجي في البي ال الدنيا هتضلم معاك وهتحس ان انت مش فاهم حاجه وان ايه اللي احنا بندرسه دوت بنستفيد بيه ايه. هتيجي بقى في الفورمز هتدمج السيكوال مع البي ال وهتحس بكل اللي انت درسته في كل الليفلات اللي فاتت في الفورمز. عشان كده انا بحب الفورمز وبستمتع وانا بشرحه. يعني هتساعدني وان انت تذاكر ورايا، انا اضمن لك ان انت تبقى راجل 100. تمام. طيب ايه بقى الليفل اللي بعد كده اللي هو الريبورت؟ اي برنامج في الدنيا ما هو الا عبارة عن انبوت مدخلات، يحصل شوية بروسيس اجراءات، يطلع اوتبوت مخرجات. انا كراجل صاحب شركة مقاولات او صاحب مصنع ادوية او هستفيد بايه؟ برنامج عمال ادخل فيه داتا ما بشوفهاش. فلازم الريبورت ده نقدر اشوف ايه المخرجات بتاعت البرنامج. قوة اي برنامج في الدنيا من المخرجات بتاعته. ايه بتاعته. كل ما كانت المخرجات قوية فبقى البرنامج بتاعك قوي و100. تمام. نرجع بس الفورمز انا مش بشرحه من السلايد بتاعت اوريكل. تمام. انا بشرحه من دماغي، انا بقول لك السوق محتاج ايه من الاخر. هنيجي نشرح السلايد فمش هنخلص. الناس اللي عايزين نشرح السلايد انا بضرك مش بفيدك، انا بديك خبرة 7 سنين بديها لك على الحد عندك، انت تساعدني ان انا اديك دماغي لحد عندك. تمام. هنيجي بقى للريبورت. الريبورت ده محاضرتين بالظبط او محاضرتين. خليها محاضرتين. تمام. في صدى صوت، اظبط لك الصوت. حاضر، ثانية واحدة. تمام كده. ايه بقى الديزاينر ده بقى؟ اوركل ديزاينر ده مش اي حد بيعرف يشتغل عليه. اولا لان تسطيبته رخمة شوية، وده البرنامج اللي انت بتعمل بيه الاي ار دي. ايه هو الاي ار دي؟ اللي هو الاناليسيس بتاعك. لو جينا مشينا هنا اهو، لو جينا شفنا كده الدنيا، خلينا بس نجيب ده، نجيب لون تاني كده اهو اسود. ده الاناليسيس بتاعك اهو. تمام. بيتعمل ازاي؟ احنا اول ما هنتعلم بورق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ احمد عدلي، اخيرا يا باشا وصلت. ماشي يا باشا، احنا ما اتكلمناش في اي حاجة، احنا بنقول احنا هندرس ايه. طيب الاناليسيس زي ما قلنا ان ده البرنامج اللي الفرشة بتاعتنا اللي انا ببدأ اعمل بيه البرامج. ايه؟ باخد الكلام من الكاستمر بحوله لجداول. تمام. زي بعمل اساس البيت، بحفر برمي اساسات
عشان اطلع ببرج 20 دور. ده الاساس بتاعي. الاساس بتاعك صح، البرنامج بتاعك صح. الاساس بتاعك غلط، البرنامج بتاعك غلط. يبقى خلينا متفقين. وقلنا هناخد فيه محاضرتين او محاضره ونص. قلنا الاس كيو ال ده هنتعلم فيه الاستعلامات والادخال والتعديل والمسح، وهنعمل فيه جداول. وقلنا البي ال ده لغه البرمجه بتاعتنا. الفورمز الشاشه بتاعت الاند يوزر اللي اليوزر هيشتغل عليها. الريبورت وده التقارير المخرجات، وده مهم جدا، في ناس بتهمله. احنا هناخد فيه محاضرتين. تمام. طيب هنيجي للديزاينر. الديزاينر دوت المفروض البرنامج او تولز وظيفه بيعملها اللي هي ان انت تعمل بيه الاناليسيس، ونكست نكست نكست نكست. تمام. هتلاقي نفسك الاناليسيس ده اتحول لجداول، وهنتكلم عن الموضوع دوت ان شاء الله المحاضره الجايه. بعد كده من اول محاضره من المحاضره الجايه اللي هي الاناليسيس، من اول محاضره المحاضره الجايه اللي هي الاناليسيس. تمام. هناخد بروجكت، وكل واحد هيبدا يشتغل على بروجكت بتاعه من اول المحاضره الجايه. يعني من المحاضره الجايه كل واحد هيعرف هو هيعمل انه بروجكت او انه مشروع. تمام. مبدئيا هنعمل 2 بروجكت حضرتك هتعمله لوحدك. تمام. يعني انت هتعمله من الاي تو زد لوحدك. البروجكت التاني هنقسم، احنا هنشوف احنا التوتال بتاعنا هيبقى كام واحد. هنقسم مجموعات، كل مجموعه هتعمل بروجكت. تمام. هنبدا الكلام ده من المحاضره الجايه. ليه؟ علشان لما نيجي نخلص الريبورت يبقى انت حضرتك خلصت المشروع بتاعك. يبقى احنا ماشيين ازاي؟ ماشيين بالتوازي. خلصنا مسكنا الاناليسيس بتطبق عليه في المشروع بتاعك. خلصت مسكنا الاس كيو ال بتطبق عليه في المشروع بتاعك. مسكنا البي ال بتطبق عليه في المشروع بتاعك. ان سو اون بيرفورمانس والريبورت، بحيث ان احنا نوصل في اخر الكورس مع نهايه اخر محاضره ان شاء الله في الريبورت انت حضرتك معاك البروجكت بتاعك عامله بايدك. تمام. بعد كده ان شاء الله هناخد حاجه اسمها انترودكشن ابس ديفلوبر. ايه هو الانترودكشن ابس ديفلوبر؟ احنا عندنا اوراكل عامله اي ار بي جاهز، انت يعني برنامج جاهز شغال في الشركات ومنتشر جدا في مصر ومنتشر جدا في السعوديه. تمام. البرنامج ده معمول ستاندر يشتغل على اي شركه على مستوى العالم. انا كصاحب شركه مشغل عندي بيزنس، لا انا عايز كاستمايز حاجه معينه، اعدل في تقارير يظهر بشكل معين او الفورمه تظهر بشكل معين. فانا بعمل ايه؟ انا بخش اعدل كراجل، انا اصلا لازم اكون راجل ديفلوبر، واخش احط تقرير جديد على الابلكيشن بتاع اورجل، احط شاشه جديده على الابلكيشن بتاعت اورجل. فانا هديك انترودكشن ايه هو الابس، واديك مقدمه عن الابس. تمام. ده كده ملخص اللي احنا هندرسه. ايه تاني هندرس مع بعض؟ هنحل الامتحانات الدوليه بتاعه الاوراكل. تمام. هنحلها مع بعض بحيث ان الحد عايز يروح يشوف يمتحن، انا هحل معاك الامتحانات. طبعا انا في طلبه كتير جدا، اقل طالب درس معايا وامتحن الامتحان الدولي جاب 85%. ناس كتير جدا جابت 100%. تمام. الماتيريال هديك الماتيريال كلها جاهزه، هحط لك اللينك بتاعها على الجروب الخاص بالكورس. هديك الماتيريال الاصليه بتاعت اوركل اوكي على الجروب بتاع الكورس. ايه تاني؟ هقول لك دلوقتي ازاي نوصل للسورسات. هتبقى محاضرتين في الاسبوع ان شاء الله، لا اما سبت وحد، لا اما جمعه وسبت، لا اما جمعه وحد. ولسه يعني انا شايف ان هي ممكن تبقى سبت وحد تبقى حلوه قوي. هي جمعه وسبت كده انا مش هاخد نفسي، انا كده مش هاخد اجازه. يعني انت عارف عشان اديك جمعه وسبت انا عايز بس يوم منهم، لا اما الجمعه لا اما السبت فري بالنسبه لي، لان انا طول الاسبوع طحن. طيب انا هعمل فوتنج دلوقتي. تمام. بس اخلص كلامي وهعمل فوتنج واشوف الاغلبيه ايه، لا اما جمعه وحد لا اما سبت وحد. تمام. طيب نيجي نتكلم على ايه الشهاده اللي انت هتاخدها
مع الكورس. حضرتك بعد ما تخلص الكورس هتاخد شهادة حضور من شركة برو نايل ابس، تمام، ان انت حضرت الكورس في الشركة. حلو الكلام، حلو الكلام. الشهادة التانية شهادة اكسبيرينس، شهادة خبرة، ان انت اتدربت في الشركة لمدة 6 شهور، تمام. هتاخد شهادة خبرة كأنك اتدربت لمدة 6 شهور بالبروجكت بتاعك. طيب حضرتك بتاخد تاسكات من اول يوم في الكورس، من المحاضرة الجاية هتاخد تاسكات. حضرتك بتتأخر في تسليم التاسكات، ما بتسلمش تاسكات، ما بتعملش التاسكات اللي هي زي الهيم وورك، يعني بديك حاجات تعملها كهيم وورك او تطبيق عملي براكتس للكورس. يعني مش هتاخد ال6 شهور، هتاخد 3 شهور. حضرتك ما عملتش ولا تاسك، مش هتاخد الخبرة اصلا، تمام، عشان نبقى متفقين. طيب حضرتك عملت كل التاسكات، نفذتها في مواعيدها، اديتك الميعاد نفذت فيه التاسك في ميعاده، تمام، عملت البروجكت على اكمل وجه، سلمته في ميعاده، هديك بدل الشهادة 6 شهور هديها لك سنة، تمام. ولو حابب تاخد كورس تاني في الشركة، لو انت حابب تاخد كورس تاني في الشركة، اي كورس تاني من اللي هينزلوا قريب ان شاء الله، هديك خصم 30%، تمام. بس طبعا تثبت كفاءتك في الكورس. إيه، هنتكلم دلوقتي بقى على السورسات. انا هحاول اعمل شيرنج عندي هعمل شير للديسكتوب بتاعي. انا لسه ما اتكلمناش على مواعيد، خالص، تمام. انا دلوقتي هعمل فوتنج دلوقتي اهو. هيظهر لك في وشك دلوقتي فوتنج. يا ريت الناس تعمل فوت، ترد. ما هو ان شاء الله هيبقى بدري عن كده، يعني هيبقى الساعة 7، او لو الجمعة هنبدأ بعد العصر اصلا، يعني لو يوم جمعة هنصلي العصر وهنبدأ. يا ريت الناس بس كلها تعمل فوتنج.
الناس بتعمل فوتنج يا جماعة. طيب انا ساكت يا جماعة ما بتكلمش. مبدئيا خلاص انا شايف ان هو هيبقى ان شاء الله جمعة وحد. انا ساكت لا اتحدث. طيب ان شاء الله هيبقى الكورس جمعة وحد. جمعة وحد. الجمعة الساعة 5 العصر. حلو كده. الجمعة الساعة 5 العصر بتوقيت مصر. تمام. الحد هيبقى الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر. سبعة ونص ان انا قبل ما ارجع بس من الشغل واتغدى ونبدأ يعني. تمام كده. طيب ما انا قلت الجمعة الساعة 5 والحد الساعة الحد احنا قلنا الساعة كام؟ 7:30. طيب معلش يا جماعة. انا هقفل المحاضرة وافتح من براوزر تاني. ماشي ماشي. ثانية واحدة بس. انا هعمل براوزر تاني بس. طيب دلوقتي انا رجعت تاني. مبدئيا بس يا جماعة، بس انا عايز اعرف اسأل سؤال بس، معلش اعذروني. سألته في اول المحاضرة بس ما كانش كل موجود. ال الناس اللي لسه ما دفعتش هتكمل معانا ولا هي حاضرة كده النهاردة وخلاص؟ بس يعني علشان طيب هنبعت ازاي تحول طريقة التحويل. تعالوا بس هنشوف مع بعض ازاي نعرف نعمل. ان انت دلوقتي انا هوريك جهازي، هوريك الجهاز بتاعي. اوكي، انت دلوقتي المفروض شايف الجهاز بتاعي. تمام، شايفين الجهاز بتاعي يا شباب؟ اللي شايف الجهاز بتاعي يضغط واحد. طيب احنا هنشتغل على ايه؟
يعني هنشتغل على هنخش على موقع oracle.com. تمام، هنخش على موقع oracle.com. حضرتك لو مش عندك اكونت، حضرتك هيبقى ليك اكونت. تمام، علشان يظبط معاك خلي الباسورد بتاعتك كابيتال وسمول وارقام. هنخش على داونلود داتابيز. تمام، داتابيز اهو. هنلاقي اول حاجه فيه 12 انتربرايز، مالناش دعوه ب 12. هنخش على ال 12 11. هنفتح كده، هننزل تحت هننزل تحت. تمام، طبعا هتيجي تعمل هنا اكسبت، لازم تعمل اكسبت فوق عشان تعمل داونلود. طيب ده اللي احنا هنشتغل عليه، ايه هو؟ الاوراكل داتابيز ريليز 2 11 جي ريليز 2. تمام، ده اللي احنا هنشتغل عليه. محدش ينزل لي اي فيرجن تاني، ده اللي هنشتغل عليه. ليه؟ لان ده الفيرجن اللي شغال في الشركات، ده الفيرجن اللي شغال في الشركات. ما تجيش حد ينزل لي الاكسبريس اديشن ده، حضرتك تشغله مثلا في محل سوبر ماركت بتاع. لا، انا بشغلك على الداتابيز اللي شغاله في الشركات. تمام، لو حضرتك 32 بت فهتنزل اللي فوق هيبقى 2 فايل، ولو حضرتك 64 هتنزل اللي تحت برضه هيبقى 2 فايل. هيبقى ديسك 1 وديسك 2. نزلهم بس، اعمل لهم داونلود وما تعملش اي حاجه اكتر من كده. ده السوفت وير الاولاني اللي هو الداتا ايه، الداتابيز. خلاص كده عرفنا نخش له منين، من داونلود داتابيز. هننزل هنعمل اكسبت، وهننزل تحت على 11 جي ريليز 2. لو هتنزل 32 لو جهازك 32، ولو 64 هتنزل 64. تمام، السوفت وير التاني ادي اللينك بتاعه اهو. تمام، هحطه على الجروب بتاعكم. تمام، هحط لكم على الجروب بتاعكم اهو. اوراكل ديف اهو. معلش الصوت، انا طيب ادي لينك الداتابيز. تمام، السوفت وير التاني اللي هو السيكوال ديفلوبر. فهنخش على من داونلود ديفلوبر تولز، هنخش على حاجه اسمها ايه، سيكوال ديفلوبر. تمام، هننزل فيرجن قديم، يعني انت حضرتك ممكن تنزل الفيرجن ده، ممكن تنزل اي فيرجن يعني انت اللي انت عايزه. ممكن تنزل اللي هو، طبعا هننزل الجي دي كي. نزل ده مثلا، ده او ده، يعني ده او ده. تمام، ده السيكوال ديفلوبر. حضرتك نزل السوفت وير وما تعملش حاجه اكتر من كده. محدش يحاول يسطب، علشان لو حد حاول يسطب والدنيا باظت منك فهتتعبني انا. تمام، ده لينك السيكوال اوف. انا لسه ما حطيتش اللينك اهو. طيب هنحط بقى لينك الديفلوبر. انا ممكن اشغلك على ال11، بس ال11 فيه مشاكل كتير في تسطيبه وما بيظبطش. فاحنا هنشتغل على الديفلوبر 10 جي، هو ال11 مفيش فيه اي مشاكل. تمام، هديك اللينك بتاعه اهو. ده ال11 جي مش عايزينه.
ادي اهو سورس ديفلوبر 10 جي. تمام، كل حاجه كل السورسات دلوقتي بقت على ايه؟ على الجروب. تمام. طيب بس حضرتك كل اللي انت هتعمله هتعمل داونلود للسوفت وير ديت، السورسات ديت، وتخليها عند حضرتك. طب يا جماعه بس، طيب اللي مسطب خلاص، اللي مسطب خلاص يعني ما فيش مشاكل، اللي مسطب الدنيا عنده ما فيش اي مشاكل. انا بتكلم على اللي ما عندوش اي خلفيه ولسه ما سطبش اي حاجه. طيب إيه انا كنت عايز اقول حاجه. اه هعمل ستوب للشيرنج، افتكرت. نرجع تاني نقول اللي احنا اتفقنا عليه. اللي احنا اتفقنا عليه النهارده ان انت هتدرس معايا الكورس في كام تراك: اناليسيز، سيكوال، بي ال، فورمز، ريبورت، اوراكل ديزاينر، تمام، انتروداكشن ابس ديفلوبر، وهنعمل بروجكت كامل. حضرتك هتحضر معايا الكورس، في النهاية هتحصل على شهادة حضور من الشركة ان انت درست الكورس مع برونايل ابس. تمام. حضرتك عملت التاسكات بتاعتك، آه، بيبقى كل تاسك فيها بتاخد ريت معين، بديك درجة معينة. كل ما جمعت درجات كبيرة في الاخر مع بروجكت جامد جدا تسلم في كل حاجة في ميعادها، هديك شهادة خبرة سنة، ولو هتاخد كورس تاني في الشركة خصم 30%. طيب حضرتك كنت وسط وسط، هتبقى 6 شهور عادي. حضرتك كنت ربع ربع، هتاخدها 3 شهور. حضرتك كنتش بتعمل اي حاجه وكانت الدنيا معاك متلخبطه في اعصار والكلام ده، مش هتاخد شهاده خبره. مبدئيا انت مش هتستلم شهاده الخبره الا بعد ما تسلم البروجكت بتاعك. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية، اتمنى اللي انا هديه تاسك تروح تذاكره على طول. لان انا بقول لك انا هديك دماغي، انا مش هشرح لك كلام عملي، كلام نظري ولا هديك الماتيريال هشرح منها، هديك اللي في السوق بالظبط. وهاجي اقول لك لا دي انا بسال فيها في انترفيو، انا عملت انترفيو للناس. تمام. هقول لك دي حته بتاعت انترفيو، دي حته مهمه، ركز على الحاجات دي بتيجي في اديك خبرتي 7 سنين هديها لك لحد عندك. المطلوب من حضرتك ان انت تذاكر وتطبق ورايا واحده بواحده. تمام. اللي وانا بشرح في نقطه معينه، حضرتك عندك سؤال معين، حضرتك بعد اذنك ما تقاطعنيش في وسط الشرح وتقول لي اصل عندي كذا، لا، هخلص النقطه دي وهشرحها لك بالكامل. لو ما لقيتش اجابه لسؤالك في اللي انا قلته، تمام، هفتح باب الاسئله في وقت معين لسبب. وانا بتكلم ببقى محضر الكلام في دماغي، انا هقول لك المعلومه بطريقه معينه. حضرتك سالتني سؤال انت طيرت كل اللي انا محضره في دماغي. تمام. فهي دي الفكره، مش موضوع حاجه يعني، لا، انا ببقى مركز في نقطه معينه عايز اشرحها باسلوب معين بطريقه معينه. حضرتك سالتني فانت شتت تفكيري ان انا اوصل لك المعلومه بالطريقه اللي انا عايز اوصلها لك. اي حد عنده مشكله في الانجليزي ما يخافش من الموضوع ده، انا كانت عندي نفس المشكله، الموضوع بكل بساطه سهل جدا، مفيش اي مشاكل. اي حد ما عندوش اي خلفيه عن البروجرامينج مفيش اي مشاكل، هتطلع من الكورس ده بتعمل برنامج. ولو ما عملتش برنامج بعد الكورس، روح اكتب كده على الفيسبوك احمد طرطور ما يعرفش يعمل اي حاجه. هنحل مع بعض الامتحانات الدوليه بعد كل ليفل، هنحل الامتحانات الدوليه بتاعته ما تقلقش. وهقول لك الامتحان اساسا قصته ايه. اقل طالب درس معايا جاب 85%. كل الطلبه اللي امتحنوا من بقالي 6 سنين بدرس تسعينات 100%. تمام. انا دلوقتي قلت اللي عندي. إيه، انا هفتح المايكات للناس تعرفني بحيث ان احنا كلنا عارفين بعض. تمام. فهبدأ بالترتيب كده بمحمد شلبي. هفتح لك المايك يا محمد، حضرتك هتعرف نفسك. تمام. و... و... وتقول ايه اللي انت عايز تستفيده من الكورس يعني.
اقبل الريكوست اللي انا ببعته لك. طيب ابو خالد، يعني اللي تمام. محمد قبل خلاص اهو. المايك معاك يا محمد، اتفضل اتكلم. السلام عليكم. أخوكم في الله محمد شاهد الكريم، من خريج جامعة المنصورة 2013. المنصورة عاوز أتعلم برمجة، كنت مفشل لأن كانت النتيجة اللي كنت بلاقيها دايما مش واضحة، لأن السورس مكانتش كاملة. صراحة من بعد ما شفت الفيديوهات بتاعت حضرتك بالنهار، من لقيت فرصة من حضرتك يعني خير جدا، لأن سنة حضرتك ما شاء الله عليها. بتمنى إن أنا ألاقي إن أنا محتاج أتكلم مع حضرتك إن شاء الله ألاقيها. ليه أنا عايز أتعلم برمجة؟ البرمجة أصبحت دلوقتي اللغة بتاعت العصر. عايز أغير الكيو بتاعي، لأن الحمد لله حاليا دلوقتي الموضوع داخلي، لكن عايز آخد من مجال الحسابات، عايز أشتغل في محمد مجال محمد بعد اذنك، وفي نفس الوقت محمد بعد اذنك بس اقفل السماعات الكبيره وكلمنا من المايك. أنا بتكلم من في صوت حضرتك، يعني تمام السماعات كبيرة. تمام، مفيش مشاكل، خلاص كمل كمل. بس ده الحاجة اللي أنا كنت عايز أوصل البرمجة ما شاء الله عليها، يعني هي أصبحت لها العصر حاليا دلوقتي، الواحد لازم يواكب الدنيا اللي حواليه. بس يا شباب. تمام يا باشا، انت كده خلصت؟ تمام. انت كده خلصت يا باشا؟ تمام يا أستاذ. تمام، شكرا. ماشي يا باشا. ابو خالد، اقبل الريكوست. ابو خالد. طيب ابو حميد. احمد عبد الغني، بعتلك مايك. ألو. ايوه يا باشا معاك. السلام عليكم. انا هقفل المايك عندي وانت اتكلم. ماشي، أنا بتكلم كده، الصوت واصل عند حضرتك ولا لأ؟ ألو. اتكلم يا باشا، انا هقفل المايك عندي عشان ما يحصلش كونفليكت بين المايك عندي وعندك، فانا سامعك. يعني أتكلم على طول ولا اه لأ؟ في اتكلم تقريبا تأخير في الصوت. لا اتكلم، اتفضل اتفضل. ماشي. السلام عليكم. طبعا نتشرف بالحضور على الدورة مع حضرتك بعد ما سمعت وشفت بعض الفيديوهات اللي حضرتك منزلها على اليوتيوب. بصراحة كان الشرح جميل، يعني أنا استفدت. ممكن معظم الدورات اللي حضرتك منزلها أنا ممكن طلعت عليها، فدي فرصة سعيدة يعني إن أنا أتعلم مع حضرتك، ونتمنى من حضرتك المزيد يعني، وخاصة بالنسبة للشهادات الدولية وكده. طبعا معاكم أحمد عبد الغني، خريج تربية نوعية حاسب آلي 2004، مدرس حاليا بالكويت حاسب. طبعا عملت بعض البرامج باستخدام الأكسس وبعض المواقع باستخدام الدريم ويفر، يعني في بعض المواقع كانت شغالة وبعض البرامج، وبعض البرامج الخفيفة كده بالفيجوال بيزك.
ولكن انا انصح شويه ان انا ممكن ان شاء الله يعني نقدر نتوسط في مجال برمجه الاوراكل ان شاء الله بمساعده حضرتك. ان شاء الله باذن بالتوفيق الله. للجميع ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي يا باشا، الف شكر ليك يا ماشي، باشا. شكرا. العفو يا سيدي. احمد ممدوح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا أحمد ممدوح، خريج حقوق شمس 2012. كنت أنا حاليا شغال تريتمنت سبيشالست في السعودية، بس حابب إن أنا أخش في مجال البرمجة. كنت شغال قبل كده مبرمج، بس برمجة كان مع فاميلي بزنس يعني. تمام؟ كان البرمجة باور ميل كده يعني، حاجة بالتصنيع سي إن سي، لو حد عنده فكرة عن الموضوع. بس مجال البرمجة ده المبدع عامة يعني، غير الريكروتمنت سبيشالست. داتا انتري عرفت عن الاوراكل، بس داتا انتري يعني انا بدخل بيانات بس. جدتها انتر في يعني. حاجه يعني بعمل عروض على الاوراكل تمام. وبطلع تقارير، بس مش ببرمج يعني. بس حابب ان انا اخش في مجال الاوراكل بروجرام. تمام ان شاء الله باذن الله. على فكره انا عايز اقولك ان انا بتفائل بالناس بتوع حقوق. انا ليا واحد صاحبي في الرياض بسم الله ما شاء الله بيتكلم مرتبه كده 30,000 ريال، وهو حقوق اصلا شغال اوركل. ان شاء الله عقبالنا. ان شاء الله يا باشا باذن الله عقبالنا كلنا. ماشي يا باشا نورت. الله اتفضل. يخليك. استاذ احمد عدلي. المفروض ان وقلة كل واحد بس بيعرف بنفسه وبس يعني، هو ده الهدف يعني. استاذ احمد عدلي اتمنى بس ان حضرتك تستقبل الدعوة بتاعت المايك. طيب وقلة. طيب ماشي يا باشا هبعت لك تاني اهو. ظبط كده عندك يا ابو خالد. استاذ ابو خالد اتفضل، معاك المايك. طيب ممكن اللي ما عندوش المايك يعرف بنفسه في الشات. يعني لو المايك مش ظابط عندك عرف نفسك في الشات يعني. اهلا بيك يا استاذ احمد. ربنا يخليك يا باشا. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.
طيب ابو خالد، يا ريت تعرفنا بنفسك. انا كده خلصت يا جماعه. اتفقنا على المواعيد ان شاء الله باذن الله. المحاضره الفعليه ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 5. حلو الساعه 5. ان شاء الله باذن الله تكون مبرمج كويس. ان شاء الله باذن الله. الساعه 7:30 معلش. يعني قبل ما اريح شويه، انا باجي من الشغل ميت شويه يعني. ما عنديش انا مشكله، انا ممكن الساعه 3. انا من الساعه 3 فاضي. انا بسجل المحاضره، ما تقلقش. ما انا معاك 3/5. مناسب 3 يوم الجمعه. 4 كويس. على الاقل تكون صلينا العصر. يعني 4، خلينا 5 بس. خلينا نبدأ المحاضرة الجاية 5، ممكن نعدلها بعد كده. يعني خلينا بس المحاضرة الجاية إن شاء الله 5، الجمعة الجاية بإذن الله. و إن شاء الله بإذن الله نظبطها إن شاء الله. ماشي يا شباب. طيب أنا كده تمام، خلصت، مفيش أي مشاكل. الناس تبدأ تنزل، اللي ما عندهاش السورسات، اللي مش مسطب ما يسطبش، ينزل السورسات بس ويخليها معاه. تمام. ان شاء الله ميعادنا يوم الجمعة الجاي الساعة 5. هكتب لك المواعيد كلها على الجروب. تمام. في اي سؤال يا استاذ اسلام؟ استاذ اسلام حضرتك كنت ضيف معانا، هتكمل معانا ولا ايه؟ يعني ان شاء الله يكون كويس، وما تقلقش. يعني موضوع المحاضرة لو في حاجة وقعت منك، المحاضرة كده كده بتتسجل، وببقى قبل ما ابدا في محاضرة جديدة انا براجع على اللي فات يعني. طيب يا جماعة ماشي حاضر. ادي رابط الجروب اهو يا جماعة. ادي رابط الجروب اهو. ده رابط الجروب بتاع الكورس. لا عليه كل حاجة، هيبقى عليه كل حاجة.
طيب حد محتاج اي سؤال مني قبل ما امشي؟ حطيته على الشات اهو يا باشا. طيب استودعكم الله.